اهلا وسهلا بحضراتكم ومساء كرويه جديده النهارده ان شاء الله باذن الله. في الجزء الثاني هيكون مشرفنا ومنورنا الكباتن الكبار نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن شيكابالا. بكل تاكيد النهارده امسيه فنيه هنتكلم فيها عن اداء الزمالك اليوم وخسارته امام زيسكو بهدف دون مقابل. هذه الخساره في البطوله الكونفدراليه اللي عطلت شويه الزمالك في مساله التاهل، لانه كان يقدر الزمالك النهارده اذا حقق نتيجه ايجابيه بالمكسب يحسم موضوع التاهل. لكن على كل خلينا نتكلم في شويه نقاط فنيه مهمه واشرح لحضراتكم الاول بس في البدايه كده ما هي حالات تأهل الزمالك. هاتوا لنا يا شباب من فضلكم على الشاشة كيف يتأهل الزمالك للمرحلة المقبلة، وتحركات الزمالك هتكون عاملة ازاي كمان على هذا الصعيد. فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول. تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني. خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري امام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني. كل دي الحالات اللي بيها نادي الزمالك يتاهل. انما ايه اللي ريح باله لما يكسب نادي الزمالك كايزر تشيفز على طول مباشره يتاهل المركز الاول، وكل سنه وانت طيب والدنيا تبقى بالنسبه للزمالك منتهيه. النهارده رغم الخساره الا انه في شويه نقاط لازم تقف عندها. النقاط اللي انا واقف عندها النهارده هو عدد اللعيبه الصغيره اللي نادي الزمالك النهارده بيضخها اللي بتنزل النهارده ارضيه الملعب. يشفع للزمالك شويه لو في شويه مشاكل فنيه هنتكلم فيها، لانه انت النهارده بتشوف لعيب زي محمد ابراهيم. هاتوا لنا على الشاشه 21 سنه محمد ابراهيم بيلعب النهارده مباراته الثالثه، المباراه الثالثه فقط في افريقيا، ولعب 3 مباريات فقط في الدوري. شوف بقى احمد الخضري 21 سنه بيلعب مباراته الثانيه فقط في افريقيا والثانيه الموسم ده، ولعب مباراتين فقط في الدوري. يوسف وائل 21 سنه لاعب خط وسط بيلعب مباراته الاولى في افريقيا ولعب مباراه واحده في الدوري. دول الثلاثه اللي ابتدوا. بعد كده تخش على السيد اسامه 21 سنه دخل بديل في الدقيقه 62 بيلعب مباراته الاولى في افريقيا ولعب مباراه وحيده في الدوري اللي هي كهرباء الاسماعيليه. محمد السيد 20 سنه دخل بديل في الدقيقه 62، واحمد ايشو 22 سنه دخل بديل في الدقيقه 74. كل دي من الحاجات اللي انت هتقف عندها. وليه بقول لك هتقف عندها؟ لانه لما تشوف مثلا النهارده من الناحيه الفنيه هتلاقي انه في شويه مشاكل. انه الزمالك عمل يمكن 8 محاولات اكتر من زيسكو اللي عمل 6 محاولات، لكن المفترض انه الافضليه هنا اصلا رايحه لمين؟ الافضليه تروح للزمالك، لان على صعيد المستوى والتصنيف وكذا وكذا الزمالك اعلى. فعشان كده قلت لك الاسم اعلى، لكن انت ما تنساش ان الزمالك بيلعب بلعيبه لسه ما اكتسبتش الخبرات الافريقيه، مجموعه منها كبيره جدا بتشارك، وبالتالي اي خلل في مساله الجوده او اي خلل في مساله الشق الهجومي هتاثر. فرغم انه الزمالك عمل 8 محاولات اكتر من زيسكو الا ان الزمالك ما سددش ولا تسديده على مرمى زيسكو. رأسيه حسام عبد المجيد في العارضه لا تحتسب تسديده بالمناسبه على المرمى. اما زيسكو كان عنده تسديدتين فقط على المرمى من 6 محاولات واحرز هدف. اللي بعده الزمالك عمل 3 محاولات من داخل منطقه الجزاء مقابل 4 من زيسكو، واللعيبه عندها 17 لمسه داخل منطقه جزاء زيسكو ولكن بدون ولا تسديده على المرمى، فتقف عندها. هنا انت عندك خلل في الاداء الهجومي، فمهما كان هيأثر عليك، وده أثر على الزمالك. لعيبه زيسكو لمسوا الكرة برضو بنسب، هاتولي اللي فاتت مع بعد اذنكم يا شباب. لمسوا الكرة داخل منطقه جزاء الزمالك 21 مره. اللي بعده تأكيدا انه الزمالك ما كانش سيء قوي للدرجه دي. الزمالك يمكن عمل في نص الملعب 313 تمريره اكتر من زيسكو اللي كان عامل 194 تمريره، منهم 68 في نص ملعب زيسكو مقابل 55 للفريق الزامبي. الزمالك تفوق على زيسكو في كل الثنائيات سواء الارضيه 63% او الهوائيه 52%. إذا لما تيجي تحط إيدك النهارده على الخلل اللي كان موجود في نادي الزمالك تحديدا هتلاقي إنه هذا الخلل كان له علاقة بشكل مباشر في الشق الهجومي، في الجزئية الهجومية، في إنك
تقدر تسدد فيه، انك تقدر تسجل. حقيقه كمان انه على صعيد التمريرات وان كانت هي اكتر، الا انه صناعه الفرص كمان كانت قليله. واخد بالك ازاي؟ انت بتروح لكنك مش عارف تترجم الكرات اللي انت بتروح بيها. ده هيخلي الكابتن معتمد جمال يشتغل اكتر على الجزئيه دي. بس برضو خليك منطقي وخليك واقعي. انا معايا ايه وبعمل بيه ايه؟ تاني كده، انا المصروف اللي في جيبي كام واللي اقدر اطلعه كام في ماتش زي ده، وامكانياتي عامله ازاي، عشان يبقى كل حاجه ايه محطوطه في نصابها الطبيعي. جزء لا يتجزأ برضه حقيقه من اللي انت شفته، ولو اني بحس انه له دور. ارضيه الملعب اللي ما يعلم بها الا ربنا، ارضيه ملعب سيئه للغايه، لا تصلح على الاطلاق ان هي تبقى يمارس فيها اي حاجه ليها علاقه بالرياضه. يعني دي ارضيه لا يمارس فيها اي حاجه ليها علاقه بالرياضه. فانت متخيل احنا بقى بنلعب كوره وعايزين نسلم على الارض وعايزين الموضوع يبقى مستحيل جدا جدا. طيب، ما هو موقف مصابين الزمالك ومستبعدين نادي الزمالك لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها؟ هاتولنا. بص يا سيدي، عبد الله السعيد، سيف الجزيري، وبنتايج، واحمد ربيع، دول 4 مش 5. احنا كاتبين خماسي غلط، هم 4. عبد الله السعيد، سيف الجزيري، دي كده 2، انا بعد صح اهو. 3 بنتايج، 4 احمد ربيع. دول جاهزين للتواجد مع الفريق في المباريات المقبله. ايوه، هوبا، ايه السرعه دي؟ ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ خوان بزيرة وادم كايد هيتحدد موقفهم بكره بعد الخضوع لفحوصات طبيه، بعد ما بزيرة عمل جراحه في القدم بسبب عين السمكه واصابه كايد في السمانه. اللي بعده عمر جابر وفتوح في المرحله الاخيره في التاهيل، وهيتحدد موقفهم بكره ان شاء الله باذن الله، اذا كانوا هيلحقوا ماتش سموحه او كايزر تشيفز. جهاد لسه بيخضع لقصه التاهيل، وهيشوفوا امكانيه عودته للتدريبات عقب مباراتي سموحه وكايزر تشيفز. عم الحاج شيكو بنزع هيرجع للفرقه بعد ما تنتهي العقوبه بتاعته، بعد دخوله في مشاده مع ادم كايد واخذ عقوبه وتم استبعاده، وبالتالي الراجل هيعود للفريق بعد ما انتهت هذه العقوبه، سيعود مجددا الى تدريبات الفريق. ده فيما يتعلق بالزمالك. نروح بقى للمصري. المصري النهارده كمان كان عنده مباراه مهمه، والمصري اتغلب من كايزر تشيفز بهدفين لهدف. النتيجة دي بتصعب الدنيا شوية على النادي المصري، بس أنا زي ما عرضت لك حالات تأهل